الوداد يحيي امال التاهل بعد الفوز ديالها الصغير على سيمبا. بسم الله، السلام عليكم. دخل فريق الوداد البيضاوي الشوط الاول. الملاحظه هي كنا كنتظروا فريق ديالنا هو اللي غادي يهجم، اذا بنا كنوجدوا فريق سيمبا دار اول فرصه في الدقيقه الثالثه بعد ضياع الكره من عطيه الله حتى اللحظه ديال ضربه الجزاء. بوهره بمجهود فردي كيدير مراوغه جميله وكيتعرقل داخل المربع العمليات. ضربه جزاء واضحه كيف لاحظ الجميع. كيجي جبران، كيف كتعرفوا جبران هو اللي كيتكلف بضربات الجزاء، ولكن جبران كيعرف باللي الحارس ديال سيمبا حارس مغربي كان ذاك العام في الجيش الملكي وكيعرفك كيفاش كتضرب بينالتي، علاش غتضربها بنفس الطريقه. وانت غير ديك السيمانه ضربتيها على الجيش بديك الطريقه وجبدها لك الحارس، انك يعني تغير الطريقه ديال الضربه ديال ضربه الجزاء ولا اضربها لفوق. فهذاك الشيء اللي خفنا منه هو اللي طحنا فيه، ضيع ضربه الجزاء جبدها الحارس، ضيع لينا هذيك ضربه الجزاء اللي جات في الاواخر ديال الشوط الاول. كان سهل اننا نوعنا من المباراه، فاذا بضاعت ضربه جزاء واللعابه العقليه ديالهم تشتات في المباراه. سال الشوط الاول على صفر لمثله. دخلنا الشوط الثاني، سيمبا كانت ندا لند مع الوداد. كنا كنشوفوا المباراه غدا وكتصعب. في الشوط الثاني بقات غدا المباراه بدون فرص، مباراه صعيبه، ما كاين لا طريقه اللعب لا فرص لا والو. الملاحظه هي الدخول المترجي بعد غياب ديال 3 اشهر، 3 اشهر بعيد عن المنافسه وما كانش كيتريني مع الفرقه، وفي الاخير كيجي في ظرف 3 ايام ولا 4 ايام وكتدخلو، يعني كتعطيه واحد تقريبا واحد 25 دقيقه ما موجود والمدرب دخلو. يعني ما كنفهموش شي حوايج اللي كيدير المدرب ما كنفهموش. مشى الشوط الثاني حتى الوقت الضائع كيتمكن، فكيمشي ليها بوهره اللي ينفذها. دراوي كيتمكن من ترويض الكره بشكل جيد بالجهه اليمنى وكيقذف كيسدد الكره بالجهه اليسرى بواحد الطريقه جميله وكيوقع الهدف، يعني في الوقت الميت من المباراه. وكان هدف قاتل اللي رجع الوداد في المنافسه. ما قلناش غيأهل الوداد، مي رجع الوداد في المنافسه والوداد صبح عندها حلها بين يديها. كيفاش الحل ديالها بين يديها؟ هو انك رجعتي سيمبا وراك. سيمبا اللي كانت عندها 2 نقاط، حنا كان عندنا 0 نقطه، الان حنا عندنا 3 نقاط، هي عندها 2 نقاط. حنا غنمشيو عند سيمبا، اقل ما يمكن لينا نديرو هي تعادل باش تبقى ديما سيمبا ورانا، يولي عندنا 4 نقاط تبقى هي عندها 3 نقاط، وكيبقاو جوج ديال المباريات في المتناول ديالنا. نجيبو ميموزانه في المباراه الاخرى، غنمشيو خارج الميدان ديالنا، خصنا نجيبو انتصار ان شاء الله. هادشي بعد ما نفوتوا المباراه ديال السبت. يعني هذا هو علاش قلنا الوداد يحيي الامال ديال التاهل. واحد الملاحظه اللي كنلاحظوا ان الفريق الوداد البيضاوي يعاني في وسط الميدان وفي مركز صانع الالعاب اللي هو مركز العشرة. وكيف كتعرفوا جميعا عندك لاعب بحال اسماعيل المترجي ما كيتكالفاش الكومبيتيسيون افريكان. علاش؟ ما عرفناش. كتبعد بحال هاد اللعاب وانت محتاج ليه. اليوم كنشوفوا عندنا لعاب بحال حيمود دار غلطه، ابتعد دابا 3 المباريات ما كيدخل في احتياط وما كيدخلش يلعب مباراه. واش تدخل حيمود ولا تدخل لهوني 10؟ حنا ما كنعترضوش على لهوني، ما تدخلوش 10. هذا مشكل كتعاني هنا. كتلاحظ ان غلطتي لان المترجي اسماعيل ما كاينش قوه في البطوله الوطنيه كصانع العاب. لاعب ممتاز كانت تعطاه فرصه ديالو. اليوم كنشوفوا لاعب بحال عطيه الله كيجر في رجليه، راه العطاء ديالو نقص لان العياء. علاش ما دخلش شتي مباريات ديال البطوله؟ احنا عندنا قبل ما غنلعبوا مع سيمبا نصر عندنا مباراه ديال البطوله خصنا نلعبوها. اذا هذه المباراه خصك تعرف تدبرها، ولكن حنا ما كنقولش تضيع على المباراه. عرف كيفاش تدبرها، بعض اللاعبين نحط هذا ندخل هذا وننتصر في المباراه ديالي، لان خصني نبقى في الكومبيتيسيون ديال البطوله. لان عندي 16 نقطه، عندي 3 المباريات اللي انتصرت فيهم غنكون انا الاول. اذا ما خصنيش نضيع النقاط في البطوله، خاصني نربح البطوله. ولكن كاين بعض اللاعبين خصو يريح، عطيه الله خصو يرتاح. الكابيتان ما غاديش يلعب المباراه ديال السبت، عنده 2 صفرات، اذا غادي يلعب المباراه ديال البطوله. ولكن عطيه الله خصو يريح باش يكون واجد في المباراه. وشكرا.